تطورات مقتل رضيعة بعمر 6 أيام. وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لقاتل رضيعته البالغة من عمرها 6 أيام، والتي توفيت بعد صفعها بيده على إحدى وجنتيها بعد خلاف وقع مع والدتها. وأظهرت نتائج فحص الحمض النووي DNA أن القاتل هو الأب البيولوجي للرضيعة المتوفية، إذ قرر المدعي العام توقيف الأب 15 يوما قابل للتجديد على ذمة القضية. وأثبتت نتيجة تشريح جثمان الرضيعة أنها تعرضت للقتل إثر صفعة على وجهها، حيث زعمت والدتها أن رضيعتها غير الشرعية توفيت بين يديها بعد إصابتها بشرقة خلال إرضاعها. وكان الأطباء الشرعيون قد توصلوا إلى أن الرضيعة توفيت قتلا بعد إصابتها بنزف دموي دماغي نتيجة لصفعة يد على الوجه، دون وجود أثر شدة أو عنف خارجي على جثمان الرضيعة. كذلك لم يجد أي كسور في عظام الجمجمة. وكان فريق التحقيق الشرطي أجرى البحث عن مشتبه فيه بعد ورود معلومات حوله تفيد بأنه المتسبب بصفع الرضيعة على وجهها خلال وجوده في المنزل الذي كانت تقيم فيه والدة الرضيعة.